وانت بتلعب شطرنج وقع تقع في الفخ ده، لما تبدا بالاي 4 هو يرد عليك اي 5، انت تروح طالع بالحصان بتهدد البدأ، هو يطلع بالحصان يروح حامل بدأ، انت تروح منتشر بالفيل، وفي الموقف ده هو يروح مقدم البدأ بتاعه في الدي 6، انت بتروح مكمل بحصان في السي 3، فهو يروح منتشر بالفيل بيعمل بن على الحصان، انت بتقدم البدأ بتهدد ان انت تاكل الفيل، هو يغلط في الشكل ده ويرجع بالفيل بتاعه في الاتش 5، ودي نقله غلط. فالسؤال هنا ليه نقله الفيل اللي موجود في الاتش 5 نقله غلط في الشكل ده من اللاعب الاسود؟ علشان اللاعب الابيض عنده نقله بريليانت لما يضحي بالحصان بتاعه وياكل البدأ اللي موجود في الاي 5. الفكره هنا ان اللاعب الابيض ما بيضحيش بالحصان بس، هو بيضحي كمان بالوزير اللي موجود في الدي 1، فده وزير ببلاش تقدر تاكله، ولو اكلته عن طريق الفيل فانت بتخسر بتشيك ميت. علشان انا هرد عليك واروح واكل البدأ اللي موجود في الاف 7 تشيك على الملك، ما تقدرش تاكل بسبب حمايه الحصان، ما عندكش غير حل واحد بس ان انت تتحرك بالملك بتاعك في الاي 7، ودلوقتي انت بتخسر بتشيك ميت لما العب الحصان بتاعي في الدي 5 تشيك على الملك، والملك ما يقدرش يتحرك في اي مكان.